الرحمن الرحيم. معاكم مدى سعيد معتمد رقم 72 نادي الفيسبا المصري. النهارده هقدر اشرح لكم باذن الله الفرق بين الفيسبا الصبابات والفيسبا البيستم، الفيسبا اللي هي ثنائي الاشواط ورباعي الاشواط، وازاي نقدر نعرف الفرق بين الشاسيه هنا وبين الموتور هنا وبين الشاسيه والموتور هنا. تمام؟ هنبدا اولا بالفيسبا اللي هي ثنائي الاشواط، هنعرف الفرق بين الشاسيه والفرق بين الموتور. اولا ان الفيسبا اللي هي ثنائي الاشواط هتلاقي ان في شفاط اوقات بيبقى هنا تمام فوق الحنفيه وهنا تحت الحنفيه، وفي المكنه الخلاط بيبقى فيه علامه الخلاط موجوده. يعني ايه خلاط اصلا؟ الخلاط اللي هو خلط الزيت مع البنزين الاوتوماتيك اللي هو مع تمام المكنه. تمام. بدا يعني اللي احنا المفروض بنعمله ده غلط، ان احنا نحط بنعمله غلط. المفروض احنا بنحط هنا في خلاط زيت وخلاط بنزين، يدي النسبه والتناسب بتاعتها المظبوطه في الزيت والبنزين عشان ما يعملش عادل كتير، يسد معانا شمال، يسد كالبريتير ويضايق في اي حاجه. تمام. هنا بالنسبه للشاسيه هنا المكنه البيستم اللي هو ثنائي الاشواط العادي، الشاسيه مقفول زي ما انتم شايفين كده اهو. تمام. ويبقى شكل الموتور بيبقى بالشكل دوت. تمام ماشي. بيبقى بنفس المنظر اللي هو الموجود حاليا كده بالنسبه لثنائي الاشواط. تمام. نقدر نعرف ان هنا في المكنه ثنائي الاشواط نمره الشاسيه دايما بتبقى هنا في المكنه ال ام الغالب بيبقى نمره الشاسيه موجوده هنا اهو. انما الفرق بين المكن اللي هو رباعي الاشواط بيبقى نمره الشاسيه بتبقى في الشنطه قدام. تمام. الموتور اللي قدامنا ده المفروض موتور ايه يا باشمهندس؟ ده الموتور اللي هو المكن البيستم، ده موتور ال 200. ما بيختلفش كده عن 150 في الشكل. ده السي سي تقصد بيها ال 200 دي 200 سي سي؟ 200 سي سي. تمام. 150 سي سي، هو يختلف بس في الحجم شويه. تمام. طيب انا اعرف لو انا شايف مكنه من بره اعرفها ازاي اذا كانت بيستم ولا صباب؟ لا، بيبان المكن البيستم الصباب. اولا هنا شاسيك مقفول، ثانيا هنا في المكن الصباب هتلاقي هنا في مسمارين، المسمار بس في الشاسيه بيبقى حتتين. تمام. بيبقى فيها هوريها لك في المكن الرباعي الاشواط اللي هو الصباب بيبان ازاي. تمام. دي بيستم ودي صباب. وثانيا من الشكمان بتاعها لو شفت الشكمان. تمام. والموتور من هنا، الموتور التاني بينزل مربع كده من تحت هنا. الشكل مختلف زي ما هنشوف دلوقتي. تمام. طب صباع الشفاط هنا برضو ممكن يبين لك، والخلاط لو مكنه مش خلاطه تعرف منين، تلاقي صباع الشفاط من هنا اهو، وفوق منه تلاقي حنفيه البنزين. تمام. يعني صباع الشفاط اللي من فوق بيتعمل فوق. دي المكنه المكنه اللي هو العادي اللي من غير خلاط. طيب المكنه اللي قدامنا دي اللي بيطلق عليها البيستم. دي في منها جديد اصلا؟ في منها جديد؟ في منها في جديد منها. بيتباع منها جديد في المعارض؟ لا. لكن كل موجود مستعمل ومعاد تجديده، صح كده؟ تمام. يجي هنا المكنه اللي هي رباعي الاشواط. تمام. تقدر تعرف منين ان الفيسبا دي الصباب. تمام. هتبص على منظر الشاسيه من هنا. تمام. وشكل الموتور. طب الشاسيه نبدا الاول بالشاسيه عشان ما نلخبطش. هقرب لك انا شويه. تمام. هنا اهو بص هنا الشاسيه بيبقى عامل ازاي، في تجويف ازاي داخلي. تمام. مش موجود في المكن البيستم. يعني حضرتك بتحط ايدك جوه كامله مفيش اصلا شاسيه. والاسلاك حتى والجرابات تلاقيها باينه قدامنا. تمام. في البيستم ما تلاقيش الا شكل. حتى من هنا الراس بتاعت الصباب اللي هي السلندر هنا ورا السلندر تلاقيها شكل تاني غير المكن البيستم. تمام. في فرق هنا بين دي وبين دي. تمام. يعني شكل الموتور ذاته تلاقي حجم الموتور هنا اكبر بكتير من المكن الايه؟ ده الموتور الصبابات رباعي الاشواط. اللي هو رباعي الاشواط. تمام. هو ده. تمام. وشكل الكربوناتير بيختلف، نمره الشاسيه بتاعته. الشاسيه بتاعه بص هتلاقي هنا ان الشاسيه حتتين بيتربط بالمسامير. تمام. المسمار اللي حضرتك حاطط ايدك عليه هو دون. تمام. ده بيتفك من ورا كمان، وتحل ايه؟ وتحل من دون اللي هو ايه؟ الشاسيه ده بيبقى حتتين، فاهم ازاي؟ وتقدر تشيل ده وتطلع ده. طب بالنسبه للشفاط في ناس بيعرفوها من الشفاط ماشي. لا اقصد الفرق بين البيستم والصباب. ما هو هنا لا فرق بين البيستم هنا، بس لو المكن العادي هنا ممكن تلاقي جنبيه هنا في الحته دي اللي هو الخلاط بتاعها. لو ما كانش خلاط بيبقى في المكن العادي الشفاط ده بيبقى هنا. تمام. زائد ان الشفاط ده اعلى. بيبقى فوق الحنفيه. زائد الشفاط ده اعلى نسبيا من المكنه الايه؟ من المكن اللي هو البيستم. تمام. طيب دلوقتي احنا اتكلمنا ايه الفرق بين يعني المكنه دي موجود منها جديد اصلا؟ دي موجود منها كتير في السوق. طيب دي ايه يعني الاسعار بتتراوح من كام لكام؟ انا اخر ثمن كنت اعرفه حوالي 18 ونص. ده اللي هو الصباب. لكن بالنسبه للثنائي الاشواط مفيش منها جديد. الثنائي الاشواط لا، نادرا. لكن كل موجود معاد تجديده، يعني مشدوده بمعنى صاحب اللغه الصناعيه. في منه وفي منه. تمام. يعني في بيبقى معاد. دي كام سي سي اصلا؟ دي 150 سي سي. وآلات جر 200؟ وآلات جر 200. تمام. آلات الجر نقصد بيها ايه هنا برضه عشان الناس تعرف؟ اللي هي آلات الجر نقصد بيها ايه؟ لا اللي هو طبعا طقم التروس والدبرياج وكل الكلام ده، وبعدين ده هنا بتبقى الحركه اسرع من المكن البيستم العادي. رباعي الاشواط ضغط اعلى وشغل اعلى كتير في السحب والكلام ده. تمام. هل ينفع ان انا اركب موتور صبابات على بيستم؟ لا.
لكن ينفع العكس اركب موتور بيستم على الصبابات؟ يركب بيستم على الصبابات. تمام. بس بتقابلنا مشكله. ايه المشكله؟ ان الموتور البيستم بيركب حجمه صغير، ما فيش رفرف غريب من جوه بيشيل الطين عن الشاسيه من جوه، فتبص تلاقي ان الكربراتير اتملى طين من جوه مطرح الطريق والكلام ده في المطر، وحاجه الكهرباء كلها يعني بتقابلها مشاكل كتير في المطر بالطين. تمام. زي في مكان الصباب. طب ينفع ان احنا نركب قطع غير الصباب على البيستم؟ في الموتور؟ لا ما ينفعش، مش منطقي الكلام ده. لا. لكن حاجه الشاسيه، حاجه الشاسيه تركب، يعني الفانوس الفرامل كل حاجه كله يركب كل واحد. بس الموتور هو الحاجه الوحيده اللي ما تقدرش تاخد منه وتدي للبيستم. طيب في سؤال تاني، في ناس مش عارفه يعني ايه اصلا فرامل باكن او فرامل اي بي اس المبسط بتاعنا اللي هو الفرامل الباكن. احنا عندنا مميزاتها وهنتكلم عن شكلها في المكن العادي بتاعنا، تلاقي اللي هنا المكان اليد دي ما فيش الخزنه دي بتاعت زيت الباكن، خزنه زيت الباكن. هتلاقي هنا احنا بنعمل ايه في العادي؟ يعني فين الخزنه دي اصلا؟ الخزنه دي هنا، دي اسمها خزنه. دي خزنه. دي خزنه اللي هو ده اللي هو المضخه بتاعت الزيت. دي جواها ايه؟ دي بيبقى فيه زيت باكن جواها. تمام. الفرامل دي ايه مميزاتها عن الفرامل التيل او اللي هي السلك؟ دي حساسه جدا على السلك، ده زيت زي العربيه، يعني مجرد ممكن بلمسه تفرمل تلاقي المكنه فرملت. تمام. بس طبعا ليها المفروض ايه ضوابط ان احنا بنستخدمها. ما فيش تراب، ما فيش طينه، ما ينفعش تمسك مره واحده في حاله الطوارئ. تمام. تقلب، لان شديده جدا لدرجه انك انت لو لمستها وكبست جامد قوي تلاقي المكنه لفت منك من قدام ما تقلب. تمام. يعني في ناس تعرض لحوادث بسبب الموضوع ده كتير. لكن في فرامل ورا باكن؟ لا، في ده في المكن اللي كان قديم سلموه. لا في المتداول دولت ما فيش. لا. طيب ده بالنسبه للي فوق. الجزء اللي تحت ايه الفرق بين الباكن والعادي؟ هنا اهو في العادي، بص هنا هتلاقي الطنبوره، هنا تلاقي طنبوره دي بيقولوا عليها طنبوره نجمه. في المكن العادي هي باينه. دي طنبوره نجمه، وبيبقى فيه هنا الخزان بتاع الباكن اللي بيستقبل مني الضغط من فوق، ياخد الزيت من هنا عشان يمسك لي الفرامل. تمام. زي ما احنا هنشوف كده. ده من لمسه كده بيمسك كده. اما في المكن البيستم هنا دي حالتها برضه عاديه جدا، طنبوره عاديه جدا. دي الطنبوره العاديه دي الطنبوره العاديه. تمام. لا دي الباكن يا اسطى، صح؟ دي الباكن ودي العاديه. لا اسف اللي هي دي الطنبوره العاديه. تيل. تمام. ده تيل فرامل العادي، ودي طنبوره العاديه. ده الفرق، ان دي لازم يمسك جامد، بس برضه مع البريك او هاند بريك عادي. بتمسك جامد جدا لما بيكون التيل جديد والطنبوره كويسه جدا، تبص بس مش بنفس الحساسيه، مش بنفس حساسيه ده. تمام. طيب. وتقدر تتحكم فيها برضه زي ايه؟ طيب. الباكن ما تقدرش تتحكم فيه في انك تخفه شويه تريحه شويه الكلام ده، انما السلك انك انت تقدر تريحه شويه وتخفه شويه. تمام. نقدر نتحكم في الفرامل. طيب بالنسبه للاسعار، اسعار الفيسبا بس انت تتراوح من كام لكام على حسب الحاله؟ الفيسبا البيستم؟ او الفيسبا اللي هي ثنائي الاشواق. ماشي. هو اللي هو احنا بنتكلم طبعا، هو ما فيش جديد. يعني بيقول في اللي بيتكلم في 10 وفي 15، في على حسب حاله المكنه، وفي ب 20، وفي يقول لك 25 بتبقى حاله المكنه مثلا في كسر الزيرو. تمام. طب انت تنصح الناس اللي بتسافر او مشاويرها كبيره، يعني امتى تنصح الناس بالبيستم وامتى تنصح الناس بالصباب؟ الصباب مش حمال اساسيه زي المكن البيستم العادي في السفر ومجهودات الشغل، وانك تشيل عليه وتحمل عليه وتقدر تعمل كل حاجه. فاهمني ازاي؟ الصباب مع الوقت وقته خفيف جدا، اللي بيستحملش ما بيستحملش الهم كده كله. فاهمني ازاي؟ طب لو واحد مثلا مشاويره اليوميه مثلا 50 كيلو متواصل، 50 رايح 50 جاي، تنصحه بايه؟ لا لو هيركب مثلا صباب ويقدر يحافظ عليها ما فيش مشكله. يعني ايه يحافظ عليها بقى اصلا؟ يعني ليها اسلوب في المعامله، دايما يعمل تغيير الزيت وفلتر الزيت. تمام. الاسلوب المشي بتاع ده ما كان مش زي بتاع البيستم، يقدر يجري ويحرق بيه ورفع الحصينه والكلام اللي بيحصل منه. يجي يقول لك المكنه باظت مني بعد شهرين وبعد 3، ما هو ايه؟ فاهمني؟ انما انت دايما لو انت هتداوم على تغيير الزيت، فلتر الزيت، وتنظف دايما فلتر الهواء، اضمن ان هو الموتور ده هيقعد فتره ان شاء الله، يقعد فتره كويسه. تمام. طيب بالنسبه للفيسبا البيستم، ليه دايما الناس بيقولوا لو حد بيحب السفر يركب فيسبا بس ما يركبش فيسبا صباب؟ تمام. الفيسبا البيستم هي معموله كان يعني ليه خدمه اللي اتعملت زمان، الخدمه الشاقه. ده المكن اتعمل لخدمه شاقه، بيفرق عن دلوقتي. ما فيش اللي هو الفرق بينه وبين الصباب كبير. فاهمني ازاي؟ ده هنا تبريد وزيت على بنزين، انما الثاني اللي بيعتمد على زيت الموتور. تمام. زيت الجير بوكس. ده يعتمد على زيت الموتور. تمام. فاهمني ازاي؟ فعشان كده دايما تلاقي ان المكن اللي هو صناعي الاشواط دايما تلاقيه عمر اطول حتى في العمره بتاعته. كقطع غيار وككل شيء. لكن مفيش كربرتير في الفيسبا، تبريد هواء. لا في الفيسبا. لا اقصد سوري، مفيش ريداتير. لا مفيش ريداتير، كله تبريد هواء. تبريد المروحه. تمام. اذا كان في الصباب او البيستم هو تبريد مروحه. تمام. لكن احنا بنتكلم كالزيت اللي هنا زيت على بنزين. طب ليه هنا بنحط زيت على بنزين؟ هنا المكن بص المكن الصباب بيعتمد على زيت الموتور في التبريد بتاعه، لكن مش في جوه. المكن البيستم هنا لازم يعتمد على التبريد بتاعه في الزيت اللي احنا بنحطه على البنزين اللي هو مع الخلاط. تمام. طب تمام. نسبه الزيت اللي على البيستم ذات نفسه في الصبابات ليه اكتر من البيستم؟
يعني البيست معين في الزيت ليه؟ البيست عايم عشان ياخد هو التبريد بتاعه. طب ما انا هنا ليه بحط له زيت على البنزين؟ عشان يعمل الليونه بتاعته والتبريد بتاع البيست بتاعه. طيب وليه علاقه بالشفط اصلا يعني؟ ما هو الزيت ده برضه اللي بيساعد الشفط. ما يعملش احتكاك. ما يعملش يخف الاحتكاكات عن الشفط والبيستم في السلندر مع بعض. طب ايه الشفط بقى؟ والبي ال كمان، ما هو البي ال برضه جوه في المكن اللي هو صناعي الاشواط لازم يوصل له نسبه زيت عشان برضه ما يبقاش فيه احتكاك ويحصل ايه؟ ان تلاقي يعني الزيت ليه عاملين، عامل التبريد زائد عامل تقليل الاحتكاك بين القطع وبعضها. بين القطع وبعضها. تمام. انما في السباق هو عايم جوه زيت الموتور. ما هو رخر هنا ايه؟ احنا هنا بيتحط نص كيلو زيت، هنا بيتحط كيلو زيت او اللي هو 850 850 مللي ده اللي هو في الصبابات. فاهمني ازاي؟ وفي البيست بنحط قد ايه زيت؟ على زيت الجري بوكس الموتور هنا نص كيلو، نص لتر. نص لتر يعني 500 مللي. 500 مللي. طب لو واحد بيسافر؟ لا بص هقول لك حاجه، زيت الموتور ما نقدرش نعلي او ننزل منه. هو النص كيلو بتاعه اللي احنا زي ما بنقول عليه نص لتر بتاعه ده ما فيش مشكله. انت بقى تقدر تعلي امتى؟ الزيت اللي بتحطه على البنزين. طب اللي الزوجه بنحطها قد ايه يا اسطى في البيست؟ بص هقول لك حاجه، انت اهم حاجه مش هيفرق درجه اللزوجه انك انت تحط على البنزين في المكنه. انا بتكلم كزيت الجري بوكس اللي هو زيت الموتور بالظبط. بص هو في اللي هو ال 20 على 20 50 اللي هو ال 20 50 او 10 40 ايه؟ او 10 40 20 دبليو 50 و10 دبليو 40. ماشي 20. ده بالنسبه للبيست. طب بالنسبه للصبابات بنحط زيت خفيف ولا تقيل؟ لا كل ما يكون الزيت خفيف كل ما يكون احسن. الزيت لما يكون خفيف يدي درجه تبريد وغيره كل قد ايه في الصبابات؟ كل كام على تفويله؟ حسب، لو مثلا كل 1000 كيلو غير على 800. لو مثلا نوعيه الزيت 1000 كيلو غير 800. فاهمني؟ في مكن هتجيب ممكن في زيت بيقعد بال 10000 كيلو. تمام. ممكن تغيره مكتوب عليه. بيبقى مكتوب. كل زيت بيبقى مكتوب عليه. بالنسبه لتغيير الزيت في المكنه البيستم يعني على حسب برضه الكيلومتر يعني، بس هو بيبقى عمره اطول شويه لان المكن ده يعني ما بيسخنش زي المكن الصباغ. تمام. هو مشكله الزيت في المكن الصباغ ومكن البيستم، مكن الصباغ عالي السخونه. تمام. فاهمني ازاي؟ فبيحتاج زيت كتير وبيحتاج تبريد اعلى. انما هنا في البيستم الخامه طبعا هنا بتختلف برضه عن دي، فما بتحتاجش برضه الايه التبريد اللي زي المكن الصباغ. تمام. طيب ممكن بس حضرتك تورينا رقم الشاسيه فين بيبقى مكانه فين؟ هنا ده رقم الشاسيه في المكن البيستم. هنا اهو رقم الشاسيه بيبقى في المكن البيستم. هنا في الجنب ورا الموتور ناحيه الشمال. هنا وجنب الموبيل. ناحيه اليمين سوري. تمام. في المكن السباق اللي هو الرباعي الاشواط هتلاقيه ايه؟ هنا اهو في شنطه المكنه، في شنطه المكنه قدام. باين من هنا؟ هنا اهو هتلاقيه في الشنطه هنا اهو قدام. تمام. هو البسكوته دي او القطعه دي؟ اللي هي الحته دي ممكن تشال وممكن تحط يعني، بس هي بيبقى فيها خطر شويه. تمام. عندنا رقم الشاسيه الفرق بين السباع الاشواط ورباعي الاشواط. عموما متشكرين جدا يا استاذ حماده.